لا تكسل. لماذا ينصحك بأن لا تكون كسولا؟ قال لك فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا يصيب الخير الكسول، لا يصيب الخير، لا يصيبه، لا يدركه. ما أبعده، يقول هو فما أبعد الخير على وجه التعجب. اشتد البعد بين الخير وهذا الكسول. وهذا الشيء يعني كان العلماء يعرفونه ويوصون به، أن من أراد سلوك سبيل العلم فلا بد من الاجتهاد. إذا كان لا يجتهد، إذا كان يؤذيه حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيه حسن زمان الربيع، فأخذه للعلم قل لي متى. كان أحد شيوخنا يقول أتعب قدماك فإن تعبا قدماك، ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. لابد. ربنا سبحانه قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما الأخذ الفسل، الأخذ الهلهل المترهل، هذا لا ينفع. صاحبه يضيع الوقت. هذا أخذه بعض الشعراء يقول اعكف على الكتب وادرس تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. يريدون إدراك العلوم رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ومن يطلب الحسناء يسخو بمهرها، وطالب شهد لم تخفه اللواسع. ما أبعد الخير على أهل الكسل. إذا كنت أنت ترى أنه لا بد لك لجسمك ليرتاح أن ينام 8 ساعات، وبعد ذلك لا بد من أن تفطر الفطور الطيب المناسب، ثم بعد الغداء لا بد أن تقيل قليلا، ثم بعد العشاء لا بد أن تسمر مع أصحابك وإخوانك، أنا أبشرك. قال جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. واهجر النوم وحصل العلم بهجرك النوم. أنا قلت لك بدنك يحتاج، والله أنا يقول الأطباء إن أقل ما يمكنه أن ينامه الإنسان ليكون بدنه في راحة هو 8 ساعات. أنا أشك في أن هذا الطبيب كان ينام 8 ساعات لما كان هو يطلب العلم، علم الطب. ولو كان ينام 8 ساعات هذا لا يصلح أن تذهب إليه، يكون من حثالة الأطباء. هذا يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من لثم غانية وطول عناق، يرى فيه لذة وتمايلي طربا لحل عويصة، أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. مستحيل هذا. أنا أبيت أدرس، أنت تبيت نائما وفي الصباح مستوي. كيف هذا؟ اليزيدي أحد تلاميذ أبي عمرو بن العلاء البصري الإمام المعروف، دخل اليزيدي على شيخه مرة وهو الشيخ يدرس على الطلبة، فسمعه يقول شيئا فأنكره، فقال اليزيدي لأبي عمرو بن العلاء كلاما فيه إنكار لهذا الشيء الذي يقال، يعني ما هذا؟ ما العرب لا تقول كذا أو لا يكون كذا. فقال له أبو عمرو بن العلاء نمت وأدلج الناس. لم يجبه، أنت ما زلت هنا، هذا فعله بك نومك، أن هذا سؤالك، ما زلت تسأل هذه الأسئلة، هذا فعله بك نومك. هؤلاء أدلجوا. يحدث الشيخ عبد الله بن نون رحمة الله عليه يتحدث عن أهل فاس، وتعلمون أن فاس كانت فيها القرويين، فيها مسجد القرويين الذي كان هكذا بحلق العلم. يقول كان عوام فاس أذكر لأبواب الفقه من علماء غيرها. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة حلق الفقه. هذا يبدأ ابن عاشر، وهذا يبدأ رسالة ابن أبي زيد، وهذا يدرس المختصر، وهذا يدرس المختصر من أوله، وذاك يبدأه من كتاب المعاملات، وذاك يدرس الموطأ، وذاك يدرس البخاري، وذاك الترمذي. هو درس على أبيه صحيح مسلم، ودرس عليه الترمذي. أمور هكذا. أنت ليكن درعك الجد، الدرع الجد، الدرع الكد، العمل. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فإذا تركت الكسل ادرعت الجد، الاجتهاد. الآن عندما يسير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في طلب حديث واحد، أي جد واجتهاد أعظم من هذا؟ حديث واحد. جابر في المدينة، عبد الله بن أنيس في الشام، ويركب إليه شهرا. ليش؟ لحديث واحد. انتظر حتى يكون عندك 500,000 حديث تسأله، رحلة طويلة. حديث واحد. قلت لهم مرة الآن يعقد درس في ال40 النووية، تحتاج أنت فقط تقطع الطريق
ولا تأتي هذا يمشي شهر. يعني كيف تصل هذه الأمة الأمية ما عندها علوم، علومها هذه الأمة هو التاريخ والأدب والأنساب وشيء والقيافة وشيء من الضوابط الفقهية، القتل أنفايا، القتل، الدية على العاقلة، أشياء بقيت. هذا علم هذه الأمة الأمية. بعد مدة قليلة تفتح في العلوم الفتوح، تفتق فيها الفتوق. ايش هذا؟ كيف؟ لماذا؟ الجيد تخيل تمشي شهرا لتسأل عن حديث واحد. أنا أظن أنه ليس يوجد في زمننا هذا من يفعل مثل هذا. والآن نكاد نجزم الآن مع الإنترنت، هذا أجزم كنت أظن قبل الإنترنت، ما الآن يكفي وأنت في مقعدك. والله شيء غريب. أنا قلت لكم مرة الشريف الإدريسي العالم الجغرافي المغربي المشهور الذي له الكتاب المشهور جدا في وصف الأرض الذي سماه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، هذا يصف قنطرة بنيت في القرن الأول في الأندلس. لو قلنا لأحدكم الآن صف لنا القنطرة الفلانية أو الطريق الفلاني، سيقول هو طريق طويل وعرضه 30 متر 40 متر في هذه الحدود، وهو هنا طريق هذه كذا. تدرون الإدريسي هذا كيف قال؟ عرضها كذا وكذا من الأشبار يذرعها، لا يقول والله بين 20 30 متر، هذا كله فرق، انت كله 10 أمتار كلها ما عندك لها قيمة. في لها جوانب تعلو تصل القامة، مستواها على النهر في الجزر كذا وكذا من الأشبار، في المد كذا وكذا من الأشبار، فيها كذا وكذا عدد كذا من الأقواس، كل قوس استدارته كذا وكذا من الأشبار. أقول هذه قنطرة. ايش قنطرة؟ تتعب نفسك هذا الإتعاب العظيم في وصف قنطرة وتتذرع، لأن هذه الذهنية العلمية يصف قنطرة، يصف برجا، يصف منارة، يصف الدنيا، يصفها بهذه الذهنية. لا يقول الله هذا شيء تافه، هذه الطريقة 20 30 وهذا الشيء الذهب هذا الذي يحتاج لوصف. لا، هذه ذهنية علمية غير منتقية. كل شيء ينبغي أن يكون بالإتقان، ولهذا قال الفقهاء القدرة على اليقين تمنع من الشك. أنت قادر على اليقين، لماذا تعمل بالشك؟ هذا تقدم العلم. لهذا علموه ابن البنا المراكشي فقيه وقارئ لرواية نافع عن طريق ورش وقالون، ومن أعلامنا التوثيق، وشاعر وأديب، ودرس كتاب السيبويه ولم يعرف بشيء من هذا. ابن البنا المراكشي العددي عرف بالعدد بعلم الرياضيات بالجبر والمقابلة وفقيه. هؤلاء هكذا كان الناس. هذا ابن البنا من يتحدث عنه في باب الرياضيات؟ لم يتحدث عنه العرب، يتحدث عنه أهل الرياضيات من العجم، الدومييلي وسارترون ولالاند، يتكلمون عن ابن البنا المراكشي الذي ولد في قاعة بنايد. هذه قاعة بنايد حومة صغيرة في مدينة قديم مراكش. الذهنية العلمية، الجد الجبرتي هذا المؤرخ المشهور يصنع أشياء لا يفهم الناس. ومتى يصنع؟ نابليون في حملته على فرنسا، والقضية يعني لا أملك ومع الشيخ مجتهد، نعم، هو يكتب في تاريخ الاعتداء على اعتداء فرنسا على مصر، ويكتب كتابه في التاريخ الكبير، ويكتب التاريخ الصغير الذي يؤرخ لحملة نابليون على فرنسا، سماه مظاهر التقديس في زوايا دولة الفرنسيس. ومع ذلك يشتغل ويصنع عجيب. أنت تقول لي لا، أنا جسمي يحتاج 8 ساعات للنوم في كل يوم. طيب جسمك يحتاج كم من الساعات الأكل، وبعد ذلك كم من الساعات المراح والقهوة والشاي. طيب اليوم فيه 24 ساعة، تحتاج أنت يوم فيه 96 ساعة لتدرس. هذا ما لم يخلق الله هذا اليوم الذي فيه 96 ساعة. تفضل.